اول مفهوم خاطئ عن العلاقة الزوجية، وده للأسف عند ناس كتير، هو ان العلاقة لها معدل طبيعي او لها نمط ثابت. يعني السؤال ده بيجيلي كتير قوي، هو ايه المعدل الطبيعي للعلاقة؟ يعني المفروض تبقى كام مرة لو انا عريس جديد؟ يعني امتى ابتدي اقلق لو العلاقة قلت عن المعدل الطبيعي؟ كلمة ان العلاقة لها معدل طبيعي ده اصلا كلمة غلط، مش علمية. الناس اللي بتطلع تقولك المعدل الطبيعي للعلاقة بين الزوجين هو مرتين في اليوم، لو لسه عريس جديد 3 مرات، لو فوق ال50 مش عارف كم مرة، لو تحت ال30 كم مرة. اللي بيقولك كده هو بيخرف، لان مفيش معدل طبيعي للعلاقة. العلاقة يا جماعة قايمة على الاشباع مش على عدد المرات. هي العلاقة الزوجية عاملة زي الأكل، يعني رغبة، احتياج. ممكن ان في ناس تاكل لقمة ويشبعوا، وممكن في ناس تاكل رغيفين 3 وما يشبعوش. فانا ما ينفعش ان انا اجي اقولك كل لقمة واشبع، انت هتاكل رغيف وتشبع، اوعى الجوع بعدها. دي حاجة متوقفة على شهيتك انت، كل واحد عنده شهية جنسية، فدي حاجة متوقفة عليك انت. انا ما اقدرش اتدخل واقولك كم مرة، فالموضوع مش بعدد المرات، الموضوع بالاشباع. تاني مفهوم خاطئ عند ناس كتير هو ان العلاقة الزوجية دي وسيلة للعقاب. تلاقي ستات كتير تعاقب جوزها بحرمانه من العلاقة. تقولك لو ما جبتليش الخاتم اللي انا عايزاه مفيش علاقة. تبقى متخانقة مع اهل جوزها فتروح تقوله لو ما خليتش امك تعتذرلي مش هتلمس جسمي. كأنها بتضغط عليه بالعلاقة، كأنها بتستغل احتياجه للعلاقة بانها تضغط عليه. ربنا خلق العلاقة دي حاجة راقية جدا، مش وسيلة ان احنا نضغط بيها على بعض. دي علاقة راقية جدا، مش وسيلة ان احنا نبتز بعض بيها. واخر مفهوم خاطئ عن العلاقة عند ناس كتير وخصوصا الستات، هو ان العلاقة الزوجية ليها سن معين. فتلاقي الست لما تكبر وتعمل فيها ست الحاجة كده، ويجي جوزها يطلبها للعلاقة فتقول له الجملة الشهيرة احنا كبرنا على الكلام ده، خلاص بقى العلاقة دي للبنات الصغيرين، للرجالة الصغيرين، للشباب، احنا خلاص كبرنا على الكلام ده. ده طبعا غلط جدا، لان العلاقة ملهاش سن معين. طول ما الست حية ترزق ليها شهوة لازم ترضيها. طول ما الراجل فيه صحة مفيش ما يمنع من إقامة علاقة. طول ما هو جسديا وصحيا سليم مفيش ما يمنع من إقامة علاقة. فالستات اللي تقعد تقول احنا كبرنا والعلاقة دي للشباب واحنا خلاص كبرنا على الكلام ده انت ولادك على وش جواز، ده حرام عليكي. انت كده بتفتحي على جوزك باب حرمان، فده بيخليه يلجأ للحرام. فالصح وده دورك ان انت تعفيه، مش ان انت تساعديه ان هو يتفتن اكتر. فخلي بالكم من 3 مفاهيم الخاطئة دي، وربنا يساعدكم جميعا.